يعني دي بعض كلمات الناس في الشارع بيكلموا ان الناس كلها بتشتكي من الاسعار. المشكله اللي باشمهندس محمد الوقت قاعد بيجري بينا طبعا، واحنا اساسا يعني ما اتكلمناش في حاجات كتيره جدا، ولكن محتاجين ان احنا نقول الحلول واحده واحده كده. انا مش عايز اسودها في وش الناس، لا في حلول. اولا الاسعار المفروض ان هي يعني الطماطم اكيد المفروض ان هي بتقل، يعني زي ما بقول لحضرتك دي فرق عروات كويس، المفروض ان هي هتقل السعر. الحل وزارة الزراعة مطلوب منها حاجات. الجمعيات الزراعية تحيي تاني من دورها. طيب زمان كانت الجمعية الزراعية هي اللي بتقول لحضرتك تزرع ايه، ولذلك احنا بنقول ايه، الطماطم النهارده غليت، وصل القفص ل 200 جنيه. طيب هتلاقي بعد شوية مصر كلها راحت زرعة طماطم. كويس؟ سياسة القطيع، مفيش سياسة زراعية في مصر. مفيش انا محتاج قد ايه فازرع قد ايه. لا، قفص الطماطم وصل 200 جنيه فانا هروح كلنا نزرع طماطم، فتلاقي قفص الطماطم اللي بيتكلف 40 و50 جنيه اتباع ب 20 جنيه. فكل الناس اللي زرعت تخسر، فما تزرعش، فقفص الطماطم يبقى 250. عارف ماشيه باسلوب الموجه تعلى وتنزل تعلى وتنزل. مش ممكن، ده مش اسلوب. المطلوب احنا محتاجين قد ايه، وده مطلوب من وزاره الزراعه تحديدا. زي ما بقول لحضرتك كده، الجمعيات الزراعيه زمان كنت بتروح تقول لها ايه النقص اللي عندك، تقول لك ازرع كذا. طيب كويس. الدوره الزراعيه ايه بعد ايه، ايه بعد ايه، ده اللي احنا نشأنا عليه زمان. النهارده بقت الجمعيات الزراعيه مجرد مكاتب وموظفين ما بيعملوش حاجه. كويس. التقاوي والاسمده المفروض تدعم من وزاره الزراعه، لازم يبقى لينا خريطه زراعيه. طب خلينا واحنا بنتكلم في الزراعه ندخل الفلاح. انت قلت ان الفلاح ده اهم. انا كل ده على فكره اللي انا بقوله ده وزاره الزراعه كلها بتخدم على الفلاح. انا في جاي لي رساله بس من الحاج عطيه صالح بيقول الفلاح هو الضحيه طبعا في جشع تجار الجمله. طبعا. لا معلش انا اسف، مع كامل احترامي مفيش يعني ايه جشع تجار الجمله. يعني انا اللي بحدد السعر؟ لا، انا ما بحددش سعر يا فندم. انا زي ما هو بيقول الناس بتقف وتقول والله ده بيقول ب10، ده بيقول ب10 ونص، ده بيقول ب11. كويس. زي ما السوق بيحكم بتبيع. ايوه. انت عامل زي البورصه، كل يوم بسعر. على فكره ده مش كل يوم، كل ساعه ممكن في قلب السوق بسعر، بس بيبقى التفاوت في اليوم قليل شويه. كويس. تمام. خلينا نقول الكهرباء، وزاره الكهرباء والبترول مطلوب منهم تدعم الطاقه للفلاح. الاخ اللي بيزرع وقف وراه، وقف وراه بجد. اديله الارض يا سيدي ببلاش. لما يزرع اديله الارض ببلاش، يحولها لكومباوند وفيلات اقطع رقبته، بيع له المتر ب1,000,000 جنيه. انما بلاش تاخد عاطل بباطل. ما ينفعش، ما ينفعش تساوي لي راجل بيزرع فدان ارض بواحد واخد فدان الارض عامل عليه فيلا وزارع نجيله. ايوه. ايه ده؟ مش ممكن. ده هتديهوله ب70,000 وده تديهوله ب70,000 او ب100,000 و100,000. لا، الراجل اللي بيزرع ده اديهوله ببلاش، وقف وراه طالما بيزرع. على فكره وزاره الدفاع في وادي النطرون عملت حركه جميله جدا. يعني احنا متعودين من وزاره الدفاع انها بتعمل كل شويه كده حاجه جميله تقدمها هديه للبلد. معظم اللي بيزرعوا خضار مؤاجرين مش ملاك. فوزاره الزراعه عملت ايه؟ وزاره الدفاع قالت انا عندي الارض دي في الحته الفلانيه. ايوه. الفدان اللي هيزرعه يزرعه ب2000 جنيه في السنه ايجار، ولو دخلت له كهرباء هزود 1000 جنيه كمان، في حين ان الايجار بره من 7 ل 10,000. كويس. يعني وقفت في ظهر الراجل، وفي نفس الوقت ما بتديلوش ورق على فكره، بس طول ما انت بتزرع انا واقف في ظهرك. انا واقف في ظهرك. انت خش وازرع. انت عايز ايه؟ عايز تزرع؟ خش ازرع. طب المواطن بقى مين اللي في ظهره؟ المفروض الدوله كلها في ظهره. ما هو انت لو خدمت على الفلاح، الفلاح هيخدم على المواطن. ما هي دي المشكله. احنا كلنا في دايره واحده متكامله مع بعضها. على فكره يا استاذ ملهم، انا دايما بقول كلمه انا مرعوب منها. انا خايف يجي اليوم اللي كيلو الطماطم يبقى ب100 جنيه وفي جيب حضرتك ال100 جنيه، بس كيلو الطماطم مش موجود. لا، كيلو الطماطم نفسه مش موجود لان ما حدش زرعه. ما هي دي مصيبه. هل احنا ممكن نوصل لكده؟ طبعا طبعا. ان كيلو الطماطم يبقى 100 جنيه؟ لا، انا بقول مثلا، انا فاهم، هنقول كيلو الطماطم ب15 جنيه. تمام، وانت معاك ال15 جنيه، بس هو مش مزروع، بس هو مش موجود، ما حدش زرعه.
ما هو لان للتكلفه الفلاحين اتخرب بيتها. اه وعلى فكره انا لما بقول الفلاح بقول الفلاح بكل اشكاله. يعني انا عندي مثلا شركه انتاج زراعي. ايوه كويس، انا فلاح في الاخر. مم. يعني انا اي بني ادم بينتج، تمام. وعلى فكره انا بطالب مش بالفلاح بس، اي حد بينتج في البلد دي لازم نقف كلنا وراه، لان البديل لده ان انا اتحول لمستهلك. تمام. كويس. وزاره الدفاع بقى انا طالب منها طلب بسيط جدا، معلش هنرزل عليها شويه، ده مش دورها، بس احنا بنقول انتوا خط الامان بتاعنا. اطفال الشوارع اللي مرميين في كل شارع، العيال دي بعد شويه دي قنبله موقوته، دي بعد شويه هيبيعوا بانجو وهيثبتوا الناس وهيبيعوا مخدرات، والمشاكل كتيره جدا في الشارع. كل المصايب هتطلع من العيال دي. ايوه دي نقطه ضعف. طب ايه المانع ان انا اقلب نقطه ضعفي لمركز قوه؟ اخد العيال دي كلها واعلمها تبقى عماله زراعيه. ايوه. تخيل حضرتك ان انا النهارده بستورد عماله من سريلانكا في مصر عشان ما عندناش عماله زراعيه. فالولاد دول لما يتعلموا، ما عندناش عماله زراعيه عشان اليوميه ما عندناش ولا عماله زراعيه علشان يا فندم الوقت الناس بقت تتكسف. اه بقى يتكسف يشتغل عماله زراعيه. وعلى فكره ما انتش عايز عماله زراعيه مدربه بشكل عالي زي الاول، لان انت ما بترويش زي زمان ري غمر، لا النهارده ري تنقيط. واحد هيمشي يسلك نقطات، يقفل المحبس ده ويفتح المحبس ده، حاجه في منتهى السهوله. ايوه. فانا بطلب من وزاره الدفاع، وده يبقى مشروع قومي، العيال دي لموها اطفال الشوارع وعلموها ازاي تبقى عماله زراعيه. جميل. تبقى انت فتها وفت الزراعه وفت الفلاح والمجتمع وفتك. جميل. انت كبلد في حلول تانية زي ما بقول لحضرتك، وزاره الزراعه، وزاره الكهرباء، وزاره الصحه، والنبي خلي بالكم الفلاح، الله يسترها معاكم. ابراهيم حسان بيقول السلام عليكم، الزراعه تقوم بتقديم مساحه الارض، هذا يزرع كذا والاخر بيزرع حاجه تانية ومفيش اي تسويق للفلاح. كلمات سريعه كده نرد على الكلام. طبعا. طيب الضمير غاب يا استاذ ملهم. اكيد. طيب جزاكم الله كل خير يا استاذ ملهم، وحضرتك المهندس محمد نافع، ونتمنى ان احنا نشوفه دايما على قناه السلام باذن الله رب العالمين. طب مساله المطاعم اللي بتشتكي كمان من غلاء الاسعار، أكيد، فبيزودوا الاسعار على الكل. طبعا يا فندم، هي حلقه متصله، فانا انا ازود من هنا فالمواطن. عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، قبل ما ابقى تاجر انا مستهلك. ما هو ده طبيعي. كلمه اخيره تقولها يا باشمهندس، تقول ايه؟ اقول يا جماعه البلد دي بلدنا، مش هتتقدم الا بينا. وزي ما بقول لحضراتكم، بلاش اللي يقدر على التاني يدوس على رقبته. بلاش دي والنبي. يعني اللي يقدر على التاني يعفو وبالراحه، وتعالوا كلنا نكسب مع بعض بالراحه. بلاش كل واحد يحط هامش الربح وكأنه هو بيتعامل مع واحد عدو مش واحد من بلده. بلاش كده. بلاش كل واحد يحط ايده في ايد اللي في جيب اللي جنبه، مش ممكن، مش هنتقدم. وكل واحد بلاش يعيش يومه وما يبصش لبكره، لا بص لبكره وبص لبعده والبعده، لان انت لو ما عشتش النهارده اولادك عايشين بكره. اعمل لبكره عشان ولادك لو انت ما عشتش. صح. البلد دي مش هتتقدم الا بينا كلنا. اذا ما كناش نتقي ربنا فيها والله ما هتنفع، وان شاء الله هتنفع غصب عن عين باذن الله رب العالمين يا رب، باذن الله رب العالمين. اخر رساله من عبد الله رمضان بيقول الضمير ثم الضمير ثم الضمير. اكيد. تمام. شكرا يا عبد الله، شكرا لكل احبابنا، شكرا لكل مشاهدينا، شكرا لبعض المداخلات اللي احنا كنا بناخد على فترات بس ومع الرسائل، لان الموضوع كبير والله طبعا. يعني اسئله كتيره، ولكن ما اتكلمناش في حاجات الا هم سؤالين فقط اللي اتكلمنا فيهم، حتى مش بالتفصيل. ولكن يعني بنستاذنك يا باشمهندس ان احنا يعني تدينا وعد ان احنا نسعد بحضرتك في لقاء قادم ان شاء الله ولقاءات قادمه، ونتابع دايما مع حضرتك في مساله السوق هنا في سوق 6 اكتوبر. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. ربنا يقدرنا جميعا ان احنا نقدم حاجه للبلد. هنقدم وكلنا في ظهر البلد من اجل ان هي تنهض، لان في النهايه ده من الدين ان احنا نقف مع بلدنا وفي ظهر بلدنا من اجل ان هي تنهض. ربنا يحفظ مصر يا رب اللهم امين، من الشائعات ومن كيد الكائدين ومن حاجات كثيره جدا، ربنا يحفظها يا رب اللهم امين. في النهايه مشاهدينا الكرام، باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي المهندس محمد ابراهيم نافع، رئيس مجلس اداره ربط التجار سوق الجمله ب 6 اكتوبر وعضو مجلس الامناء. شكرا جزيلا لحضرتك مره ثانيه، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام انتظرونا في الفقره التاليه، وفقره مهمه جدا هننتقل من غلاء الاسعار واسعار الخضروات والفواكه الى البيوت، مساله الطلاق ومساله المشاكل اللي بتحصل في البيوت
وحاجات كتيرة قوي هنتكلم فيها بعد الفاصل. هنسعد ونشرب بحضراتكم مرة تانية إن شاء الله، انتظرونا.